محشي مشكل وكله في حلة واحدة. سبق وعملنا الدولمة بس كانت باللحمة، المرة دي عاملينها بالفراخ والنتيجة هتنبهري بيها. تعالوا نشوف عملت ايه. اولا انا معايا هنا وراك، ممكن فرخة كاملة، هحط بابريكا وملح وكاري وفلفل اسمر، وممكن نحط معلقتين زيت، بس انا هتبلهم كده وهحط الزيت في الاخر. ادعك الفراخ بالتوابل اللي احنا حطيناها عشان تتشربها، وهسيبها شوية لغاية ما نجهز المحشي. فحل على النار هبدأ احط البصل يتسلق، بفتحه فتحة من الجنب، بسلقه لمدة 3 دقايق، ما بطولش عليه عشان ما يتهريش، وبطلعه على مية ساقعة سواء من التلاجة او من الحنفية، وبكده بيفك معايا بسهولة بالمنظر ده. بتفك الطبقات اللي فيه وبتبقى سهلة. في حلة على النار هبدأ اسبك للمحشي، هحط زيت، واحنا كنا عملنا في الدولمة الخلطة ني في ني، المرة دي هنسبك، وهحط مكعب زبدة، هضيف بصلتين مفرومين ناعم. مجرد ما البصلة تشقر مش هستنى لما تغمق، هنزل بعصير الطماطم ومعلقتين صلصة والتوابل، ملح وفلفل وكمون وكزبرة وشطة حسب الرغبة ونعناع، وهسيبها تتسبك، وهسيب الصلصة على النار لغاية ما تتقل وتتركز ويجف كل السوائل اللي فيها وتبقى معانا بالشكل ده. هنا هقدر احط الخضرة واحط الرز، انا بحط الرز مش مغسول، طالما نوع نظيف واثقة فيه مش بغسله، وهحط معلقتين دبس رمان، وهقلب الخلطة الحلوة دي وابدأ احشي بيها. تقدري تحطي اي نوع خضار انتي بتحبيه. هجيب البصل اللي احنا سلقناه، احط الحشوة واقفل عليها كأني بالظبط بعمل ورقة كروم. تقدري تحطي في الوصفة دي اي خضار بتحبيه، او بطاطس تحشيها بنفس الطريقة، او الطماطم. وهنا معايا الفلفلاية سايبة الغطا بتاعها او القمع بتاعها، بتدي شكل حلو. نعمل حشو البتنجان بنفس الطريقة هو والكوسة، ونسيب عقلة صباع علشان الرز بيزيد في السوا بالطريقة دي. اكمل حشو الخضار نفس الطريقة، وهنشوف مع بعض ورق العنب هحشيه بطريقة سهلة. احط الحشوة واقفل عليها من الجوانب كده، خلصت معانا. اعمل ورقة تاني، احط الحشوة واقفل عليها، وهكمل برمها لغاية ما اوصل للنهاية بتاعتها. وهنا في حلة احط معلقتين زيت وارص الوراك بتاعتنا او الفراخ، وابدأ ارص المحشي بتاعنا. الاول هحط البصل، انا بحب اوزع البصل بالطريقة دي علشان ياخد من طعم كل حاجة. وهرص طبقة ورق العنب، وبعد كده نرص الخضار اللي هو الكوسة والبتنجان لغاية ما اقفل الحلة، ونجيب مية مغلية ومعلقتين صلصة وملح وفلفل ومعلقتين دبس رمان، وده السوائل اللي هنسقي بيها المحشي بتاعنا. وهحط معلقة حبهان بودر، وهسقي المحشي واحطه على النار بالطريقة دي، وهسيبه لغاية اول نص ساعة، وبعد كده هدي عليه النار ويبقى معايا بالشكل ده، ونبدأ نقدمه. تحفة، والفراخ واخدة تحميرة والمحشي دايب. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. صحة وهنا على قلوبكم.